توفر تحديث 4 وهذا الفيديو راح يكون هو شرح لهذا التحديث. راح اشرح لكم عن الاضافة الجديدة اللي هي السلاسل الفائقة، شنو فائدتها وشنو عملها، وهل راح تفيدكم بداخل الجيم، وشنو تأثيرها على اللاج، وتزيد عندكم الفريمات لو لا، ومن راح يستفاد اكثر اصحاب الاجهزة الضعيفة لو القوية. وايضا بهذا الفيديو راح نتكلم عن اضافات التحديث الجديد، المود والاضافات الجديدة اللي انضافت ويا الشبح. بالبداية لا تنسون تصلون على سيدنا محمد وتدعمون هذا الفيديو باللايك. ومثل ما معودكم انتم اول ناس تحملون التحديث، في حال ما وصلك التحديث تقدر تحمل التحديث اذا باليوتيوب من الرابط اللي موجود بالوصف، واذا بالتيك توك من الرابط اللي بالبايو، واذا بالفيسبوك من الرابط اللي موجود بالتعليق الاول. وهسه خلينا نبدا بالفيديو. اولا راح يتوفر عندنا مود جديد، وهذا المود راح يكون اسمه ليلة الاشباح، وهواية اضافات توفرت بهذا المود. بالبداية هذا المود او المنطقة الرئيسية راح تكون موجودة بمكانين، هذه اللي اشرت لكم عليها بالخارطة. بالاضافة راح تكون عندنا مناطق فرعية. بس هسه خلينا نتعرف على هذا الشبح. شنو راح يفيدنا هذا الشبح اللي راح يكون مثل الرفيق؟ هذا الشبح اللي راح يكون رفيقك دائما بالجيم راح تكون باضافات رهيبة. فتعالوا خلينا نتعرف على هذه الاضافات. بالبداية حتى تفعل اضافات هذا الشبح تحتاج الى هذه الاضافات. هذه الاضافات راح تلقاها موجودة عندك بالمود او تلقاها متوزعة بشكل عشوائي داخل الخريطة، وكل وحدة من هذه الاضافات لها وظيفة خاصة. فاولا راح تكون عندك اضافة البالون الملحق، وهذه الاضافة من خلالها راح تفعل عندك هذا البالون تقدر تتنقل به بسرعة وتطير به. الاضافة الثانية هو الدرع الحارس، وهذا الدرع راح تقدر تستخدمه وراح يكون لك كفر، والمميز بهذا الدرع راح تقدر تتنقل به وانت تمشي. بالاضافة راح تقدر تدخل على المباني وراح يكون موجود وياك، فيعني راح يكون لك كفر اسطوري. الاضافة الثالثة اللي هي مصلح الدروع، وهذه الاضافة رهيبة. اثناء الفايت اكيد انت راح تدمج درعك، فتلقائيا هنا مصلح الدروع اذا كنت مفعلها راح يتم اصلاح درعك تلقائيا بدون ما تبدل الدرع. الاضافة الرابعة او الخامسة ما ادري بالضبط وين وصلنا، اللي هي كامينة المسح، وهذه الاضافة رهيبة. راح تكشف لك مكان الاعداء حتى اذا راحوا اخذوا كفر، لكن لازم تدمجهم. الاضافة السادسة اللي هي كامينة العلاج، وهذه الاضافة اسطورية. اثناء الفايت اكيد انت راح تدمج، فراح يتم علاجك تلقائيا بدون ما تتدخل وبدون ما توقف. حتى اذا انت كنت فايت او ترمي راح يتم علاجك تلقائيا، وهذه الاضافة اسطورية صراحة. الاضافة السابعة التعزيز، وهذه الاضافة رهيبة لان راح تزيد سرعة اللاعب مالتك، راح يصير هذا الرفيق بظهرك ويزيد سرعتك. واخر اضافه اللي هي خوذة الشبح، وهذه الاضافه راح تتفعل في حال احد دمجك بالراس، فراح تتفعل عندك وتقلل دمجك بالراس. هذه كل الاضافات راح تكون هي موجوده بهذا الشبح، وراح تقدر تفعلها بداخل الجيم. وهسه تعالوا خلينا نتكلم عن اضافه جديده راح تتوفر بهذا التحديث. ببجي موبايل اعلنت عنها بالسابق لكن لغت ورجعتها بهذا التحديث اللي هي السلاسل الفائقة. شنو هذه الإضافة؟ تعالوا خلينا نتعرف عليها. أولا هذه الإضافة راح تفيد أصحاب الأجهزة الضعيفة أكثر من أصحاب الأجهزة القوية. أولا هي راح تقلل من جودة العرض البصري، يعني اللعبة ما راح تكون بنفس الجودة اللي راح تكون بالسلاسل العادية.